ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم يا رب العالمين وبعد الأيام. ويا رب يا رب يا رب اجعله كده شهر الجبر لكل واحد فينا عنده أي هم، عنده مريض ربنا يشفيه يا رب يا رب من عندك يا رب. يكون شهر جبر لينا كلنا يا رب العالمين. انا بصراحه ما بنضفش تنظيف رمضان وقبل رمضان والكلام ده لا، بس في يوم كده كان الشمس كده حلوه، فانا طلعت السجادتين دول اللي عملتهم طبطنه كده خفيفه وشمستهم عشان كان الجو حلو وانا مش محتاجاهم يعني في رمضان. طلعت بقى الحاجات اللي هي اللي كانت عندي، في حاجات لقيتها بايظه، يعني عربيه الفول في حاجات لقيتها بايظه، المدفع برضو في لقيته بايظ خلاص رميته يعني. الحاجات الخياميه دي قلت هفرشها في ركن، والريتم اللي انا بعمل فيه بصراحه عايزه اعمله حاجات يعني ايه مودرن شويه من اللي طالعه موضه الايام دي. الخياميه ما عادش زي يعني ايه زي قبل كده، ما عادش موضه قوي. كل سنه ما شاء الله الحاجات بتطلع احسن واكتر واغلى واوسع وموديلات وحاجات كتيره جدا جدا ما كانتش موجوده. ده بقول لكم المدفع اللي انا كنت عاملاه وباظ. بصراحه كنت صعبانه عليا لان الحاجات دي كلها انا كنت عاملاها بايدي وقعدت حرفيا شهر اعمل فيها كل الحاجات دي. في حاجات منها لسه شغاله. انا جايلي الكوشن دي هديه، طبعا لايقه بقى مع الديكورات الحديثه والكلام ده، انا اتبسطت بيها جدا. وبرده جايلي مفرش نفس القماشه و وفانوس هوريهولكوا دلوقتي. والفوانيس دي برضو جايه للولاد هديه يعني. ده برضو كانت عندي، برضو كانت جايلي السنه اللي فاتت، وانا كنت عامله باسامي الولاد الاستندات دي برضو هحطها لايقه برضو. كل الحاجات دي اللي هعملها مع بعض. ده الفانوس بقى بتاع ايكيا ده جايلي برضو هديه السنه دي. فتعال بقى نشوف مع بعض ده احنا هنعمل ايه. في حاجات اوراق واعلام وحاجات كده بصراحه ما فرشتش. كنت بفرش كتير قوي بقى وعندي النيش والدرسوار والحاجات دي كنت بتعب قوي وانا بشيلهم. فقلت لا، انا هفرش بس الحته اللي انا بقعد فيها، والحته اللي ورا دي هعمل فيها بس حاجه صغنونه كده وخلاص، والباقي هعينه ينفع بقى بعد كده لو انا احتجتهم. شلت كل الاعلام والحاجات دي كلها عينتها. طلعت بس الطبق ده لانه طبعا لايق بقى مع الديكورات اللي انا عايزه اعملها، الابيض ومع الجولد الحاجات دي. فهطلعه افرشه. هو اصلا لسه يعني ايه حديث. اما حاجات الخياميه والحاجات دي برضو في فروع نور انا شلتها، ما شلتها يعني عندها. قلت امسح بس المسحه اللي هي الاسبوعيه دي، الشيله الجميله دي عشان ايه كان الجو تراب 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 الفتره اللي فاتت. انا اصلا قلت الحمد لله ان انا يعني ما نضفتش، كنت هزعل قوي لان الدنيا حرفيا تراب تراب. يلا بقى نبدا كده نفرش كده مع بعض. فرشت زي ما قلت لكم، ده المفرش اللي انا كنت عاملاه مع عربيه الفول. ده الحته بقى اللي هي اللي ورا بتاعت بقى الولاد. الفانوسين دول حطيتهم قدامي. ده بقى كل ده قدامي في المكان اللي هو اللي انا هبقى قاعده فيه، اللي هو مكان الليفينج وكده الانتريه. فحطيت بقى كل الحاجات الحديثه فيه وفوانيس الولاد. قوليلوا كده عملتوا ايه، زينتوا استعديتوا؟ حتى لو كان عندنا اي حاجه مزعلانا مضايقانا احنا لازم نستبشر خير. لازم انا عند حسن ظن عبدي بيه، واحنا عند حسن ظننا بالله. وان شاء الله لو عندنا اي حاجه مزعلانا مضايقانا، اي حاجه عندنا منغصه يعني منغصه علينا كده، ان شاء الله ربنا هيحلها. لازم مهما كان عندنا كده نزين كده ونستقبل شهر رمضان بالخير ونخطط هنقعد نعمل ايه وهنعمل كذا. طبعا كل ده طبعا بمشيئة الله. بس لازم نستبشر خير ونكون عندنا كده يقين ان ربنا ان شاء الله مش هيجيب لنا غير كل خير. ومهما بيعدي علينا فترة ان شاء الله هتعدي. على فكرة انا بقولها لنفسي قبل ما اقولها ليكم. انا حاسة ان انا عايزة اسمعها، انا عايزة اسمع نفسي وانا بقول كده. ان شاء الله خير باذن الله. حطيت الكوشن الجديده. كنت ناسيه خالص الكوشنين اللي انا بحطهم دول، كنت ناسيهم خالص. كنت عايزه اعمل، قلت خلاص اجيب قماش وكامل اعمل كوشنات تاني. الكوشنين دول جايين لي هديه وجاهزين، قلت هجيب قماش واعملهم. بس لقيت دول قلت الحمد لله انا كنت ناسيهم خالص، كنتش كمان لاقياهم. حطيت بقى شويه تمر كده
لزوم الديكور. بعد كده الحاجات دي اتلمت عشان الاطفال. ودي الستاره، كان نفسي في الستاره دي قوي قوي، قعدنا اسبوع كده بنتناقش وبص محاورات وحاجات كتيره قوي عشان نلاقيها اصلا. مش عارفه في إيه، ضغط السوق. السوق كله نزل جاب الستاره. غير طبعا كل ما تروحي في مكان تلاقيها بسعر غير التاني، ونفس الستاره ونفس كل حاجه. فكانت يعني بس الحمد لله جبتها. اما بجيب حاجه نفسي فيها، ببقى طول ما انا قاعده عماله ابص لها، ياه، رغم ان هي حاجه بسيطه يعني وحاجه هايفه مش حاجه، بس اللي هو جبت الستاره. عملت بقى اجواء كده ورم في المكان اللي انا قاعده فيه، اطفي النور كده واقعد كده مع نفسي. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. وانا حبيت ان انا اوثق الفيديو ده معاكم زي كل سنه، وربنا ما يقطع لنا عاده ابدا، ودايما نشارك مع بعض الحاجات الحلوه. انا بقالي زمان ما صورتش يعني حاجات، بس بجد بحب الاحتفالات دي، برمضان بقى، بالعيد، بالفرش جديد، بحاجه جديده، بالنور، بالحاجات دي. حطيت بس بعض فانوسين كده للولاد عشان هم حابينه. وده حطيت النور الصغنون ده، وحطيت حوالين المفرش برضو منه. ده الفانوس بتاع الولاد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. مع السلامه.